خط الوسط حسام غالي. يا سلام على اداء حسام غالي هنا، في ذكاء وفي هدوء وفي ثقة وفي مهارات فردية عالية، وليدر تشعر بقائد حقيقي في وسط الملعب. مالك ايبونا اللاعب الجابوني لحسام عاشور، محاولة من جانب اللاعب رمضان صبحي. الله، المعنويات خلاص وتخليك تعمل كل شيء جميل في كرة القدم. تلعب بالكعب، تتناقل الكرات، تصبح هادئة، وما له داعي اطلاقا ما يحدث الان. مباراة ماشية، مباراة ماشية بصورة راقية يا شباب. الأسرة الكريمة كما أطلق عليكم نجيب المشتكاوي لتكن كذلك الأمور. مباراة في منتهى الروعة، لا يعكرها إلا مثل هذه المشاهد إطلاقا يعني. لكن يتدخل العقلاء، يتدخل الحكماء، يعيد الأمور بعد ذلك إلى نصابها، وتعود الأمور بعد ذلك إلى منافسة الملعب فقط. حكم المباراة، ونلاحظ هنا أيضا الهدوء. الكل يطلب من الكل الهدوء ونحن كلنا نطلب الهدوء كذلك أيضا. تعود الأمور إن شاء الله تعالى للهدوء بعد ذلك، وتعود المباراة للاستئناف، لأننا الآن عند الدقيقة يعني نتكلم عن مباراة وصلت الآن. هو الملفت في النظر أن حكم المباراة غادر ما أدري ليش افترض أن حكم المباراة أول الحاضرين يشاهد كل شيء، يسجل كل شيء، يدون كل شيء. لاحظ هنا ما الذي حدث، وبعد ذلك طبعا تطورت الأمور. حاول بعض العقلاء من الجانبين. لاحظ هنا، برافو والله برافو. لاعب أهلاوي يطلب من حمادة طلبة الهدوء، وبالتالي هذا ما يجب أن يكون من الكل. الأمور عزيزي المشاهد، لكن السوبر حتى الآن بدون حكم، بدون طاقم تحكيم. طاقم التحكيم كله دخل إلى غرف الملابس. شوف هذه اللعبة من خليفة أبو تريكة رمضان صبحي، ربما هي أثارت غضب حازم إمام الذي دخل هنا واشتبك أيضا مع حسام غالي. ما يجوز أنتم سفراء لمصر، ما يجوز هذا. لا، شوف شريف إكرامي يحاول تهدئة أيضا حازم إمام الذي طبعا دخل وهو خارج المباراة كما يعلم الكل لأنه مصاب، ولكنه موجود في قائمة الفريق في البدلاء. أعتقد أن الأمور ستعود إن شاء الله تعالى. وطاقم التحكيم الآن الذي خرج من أرضية الملعب. أنا حقيقة لأول مرة في حياتي أشاهد طاقم تحكيم يترك الملعب، وما يحدث في الملعب المفترض أن يكون جزء من المسؤوليات. تعالجها إلى الشباك، وعندها تصبح الأمور 3-1 لفريق. هذه اللعبة اللي ربما أثارت حفيظة لاعبي نادي الزمالك، وبعد ذلك حدث ما حدث. وهنا أيضا كهرباء مع حكم المباراة في الكرات الماضية. طبعا يقول له مو بقاصد أنا اللي هو ولاحظ السيد جوزفالدو فيريرا الرجل الكبير 69 سنة، مدرب بورتو، مدرب بنفيكا، مدرب باناثينايكوس اليوناني، درب في اسبانيا في ملقا، درب في براغا البرتغالي، بوافيستا البرتغالي، سبورتنج لشبونة البرتغالي. رجل عنده تجربة ميدانية كبيرة جدا بالمناسبة في تاريخ كرة القدم البرتغالية، والرجل الذي عاد القافلة البيضاء مرة أخرى إلى البطولات ببطولتي الدوري والكاس في هذا العام. لكن حتى الآن على مستوى هذه المباراة فريق النادي الأهلي بالفعل متقدم 3-1. أنا أعتقد أن ربما يعني عملية الدفع اللي كانت من محمود كهرباء ربما هي اللي كهربت حكم المباراة وجعلته يترك الملعب مع طاقم التحكيم. ربما أيضا بانتظار أن تهدأ الأمور، ولكن مثل ما قلت يعني من واجبات حكم المباراة أنه يعني يشاهد ما الذي حدث.
حتى لو في حالة اعتداء هو يقوم بعد ذلك بعملية الطرد مثلا أو الإنذار، لكن أن يترك الملعب هكذا. طيب الآن من يسيطر على أرض الملعب أمنيا؟ طبعا في جانب أمني لا خلاف على ذلك، لكن أتحدث عن حكم المباراة بخبرة ميدانية كبيرة، رجل عنده 44 سنة، شاهدناه قبل أيام عبر أبو ظبي الرياضية يحكم مباراة مصيرية طبعا، وكانت مباراة دوري أبطال أو تصفيات الأمم الأوروبية، قائدي الفريقين حسام عاشور وكذلك أيضا اللاعب الآخر عمرو جابر ذهب إلى غرف الملابس، واعتقد أنه حكم المباراة الآن سيعود. العقلاء الآن يجب أن يكون صوتهم واحد موحد. نحن في ضيافة الإمارات، هذه المباراة تنقل على الهواء مباشرة للملايين في مصر والوطن العربي الكبير. علينا أن نقدم الصورة الراقية لكرة القدم المصرية، علينا أن نسعد هذه الآلاف المؤلفة الحاضرة المستمتعة. بالمناسبة ناس جايين من كل مكان من العالم، اللي جاي من مصر، اللي جاي من أوروبا، اللي مقيم هنا معزز مكرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، في دبي، في أبو ظبي، في الشارجة، في عجمان، في أم القيوين، في حقيقة الفجيرة، في راس الخيمة، في كل مكان يأتون لأن يستمتعوا في هذه الليلة الكبيرة في أجمل ملاعب العالم على الإطلاق. طبعا هو اللي عمل الحفيظة كلها في اعتقادي أن رمضان صبحي يعني قام بهذه الحركة اللي هي الوقوف على الكرة مرتين. يا غالي ايفونا، في واحد واقع على الأرض. رمضان يا ناس حرام. خلي بالكم مين اللي بيعمل كده؟ الأولاد الصغيرة. مين اللي بيعمل كده؟ اللي بقوا نجوم وهم صغيرين. مين اللي بيعمل كده؟ ايه اهو، بص حضراتكم. الله 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 الله. لا 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 لا، انت يا عم يا حازم يا امان، ده انت كابتن الفريق. لا 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 لا. هو نجح رمضان صبحي في استفزاز وهو ما يتلمش. انت لما تستفزني ما اضربكش والا هتطرد، انما هنشوف. وادي كمان طلبه كمان. طب يا عم روح على الراجل معاه الكوره بنفس القوه دي، والحكام انسحبوا ودخلوا غرفه الملابس. اذا درس مستفاد، احنا بننجم الاولاد الصغيرين اللي مش عارفين يعني ايه النجوميه، وبننجم بعض اللاعبين المغمورين اللي مش عارفين يعني ايه نجوميه. عاوز اقول لكم حاجه، الاهلي والزمالك طول عمرهم من الصغر نجم، بيكسب اشبال، بيكسب كذا، بيلعب على الدوري، بيلعب على كذا، بيلعب على كذا. عشان كده في اي مباراه بالنسبه له زمان ما بيبقاش فيه العصبيه ولا اللي احنا بنشوفه ده، هو عشان كان متربي على النجوميه. الاحتراف بقى ودى ده وجاب ده وطلع ده، اصبح يعني ايه خلطه، ما تعرفش ده من ده، ما تعرفش سلوك ده من ده، ما تعرفش. كانت النتيجه دي النهارده رمضان صبحي وعلى طول يعني عمر وكلام من ده. بص حضراتكم يعني عيب 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 جدا جدا. وانت يا عم يعني بص منظر حلو قوي، حسين السيد بيمنع يعني حماده طلبه. طب يا حماده خليك انت، طب امسك الفرد بتاعك، بدل ما يعني لو مسكت الفرد بتاعك بالقوه دي يعني تبقى نجم مباراه. انما اهو روح طيبه من الكابتن حسين السيد اللي اصلا وادي باسم رايح يحوش، وادي طلبه، وادي حجازي، وادي رمضان، ويعني ما حدش عارف مين بيضرب مين ومين بيصلح مين. اهو واقف على الكوره برضه، نفس الكوره اللي في الشوط في المباراه الاولى. عاوز اقول لكم حاجه، انت حازم يعني غلط غلط غلط. مره الكابتن ميمي الشربيني الله ما يسيب الخير في ماتش الاهلي والزمالك كان زمان بيقول عليه النفاسه، كان سريع قوي. في ماتش برضه زي كده عدى وجرى وبعدين راح قاعد على الكوره، وبعدين خد طبعا جايزه وخد انذار بتاعه. رمضان صبحي بيعيد الكره مره ثانيه، وما يصحش، لازم احترام الخصم مهما كانت يا صبحي، لانك انت مشروع نجم ولازم الناس يعني انا اعتقد ان الاولاد دي لما طلعت ما لقيتش ولا طارق سليم ولا صالح سليم ولا النهارده هتلاقي زيزو ان شاء الله يقدر يدخلها في الوضع الطبيعي بتاعها الى ان تصبح نجوم بصحيح.
ارجو مجلس الاداره ما يزعلوش، ما يقلقوش، ما يعندوش، ما يعملش معاه، يديله قيمته، يديله تاريخه، يديله عبقرياته، ويديله قدراته، ويديله وزن رجله اليمين ووزن رجله الشمال، ويديله قيمته كقائد وكقيمه كبيره جدا مع النادي الاهلي. يا ريت رمضان صبحي ما يحتكش، ماتش ماشي جميل جدا. ادي رمضان صبحي، لا بلاش يا شباب، بلاش يا شباب، بلاش يا شباب، بلاش يا شباب، بلا داعي. كل ده غلط، كل الكلام ده غلط. ممتاز باسم مرسي، يلحق بسرعه. مباراه ماشيه نظيفه جدا جدا جدا، وعاوزين يبقى فيه اكتر من سوبر، وعاوزين موضوع كبير. وادي هنا ايه الراجل ده؟ الراجل اللي نزل ده لازم يتعاقب. ده حازم امام ده لازم ينزل يتعاقب، ده لازم يتعاقب اول حاجه من مرتضى منصور. الامطار الاخيره في اخر 10 دقائق الماتش يروح لحته مشكله كبيره جدا جدا، ولابد يكون في ردع، ولابد يكون في عقاب، لابد يكون هناك ردع. الجمهور اللي كنا قلقانين